عايز اقول لكم من اول ما شربتها كانت سخنه مولعه اصلا. انا مش من عشاق الكوارع بس بجد الطاجن ده فاجئني. دخلت على تاني حاجه وهو طاجن الكوارع بالحلالي، متهيالي مفيش حد ما بيحبهاش. ارجع واقول لكم تاني احسن حاجه في المكان ده اللي الكوارع بتاعته بتبقى مخليه من العظم. هجمت عليه الصراحه وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل كوارع مع الحلالي مدي تيست كده مع بعض ميكس رهيب. جمد قلبك كده وادخل لي على الطبق المقرمش المنغمش ده. متهيالي مفيش بنت او ولد من بيت مصري ما يعرفوش يعني ايه ممبار واكله ممبار. طلبت طبق الممبار بالخضار. عايز اقول لكم من اول واحده ممبرايه اكلتها لازم اغمزها كده في الطحينه، وطبعا طبق الطحينه ده بينزل مع اي حاجه تطلبها. كل واستمتع. الناس اللي بتعشق الممبار الطبق ده هيبقى كارثه ليهم بجد. وانا باكل كل الاكل ده حسيت فعلا ان المكان ده بقاله 150 سنه. مسكت طبق الممبار عملته بقى سندوتش وما قدرتش استحمل منظره الصراحه ولا طعمه. كنت لازم اهدي بطبق سلطه وطبق مخلل كده واعصر عليهم شويه ليمون عشان ندخل على التقيل. شمر كده وتعالى ندخل